التربية والأمهات للشاعر العراقي معروف الرصافي. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة. ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات، وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات. فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات؟ أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات؟ وكانت أمنا في العلم بحرا تحل لسائليها المشكلات، وقد كانت نساء القوم قدما يرحن إلى الحروب مع الغزاة، يكن لهم على الأعداء عونا ويضمدن الجروح الداميات. وكم منهن من أسرت وذاقت عذاب الهون في أسر البغاة، فماذا اليوم ضر لو التفتنا إلى أسلافنا بعض التفات، إلى أسلافنا بعض التفات.